هو ايه اللي جرى في الفئه المتوسطه؟ كل يوم تلاقي تليفون نزل جديد بيحط على اللي قبله، واليوم اللي قبله تلاقي تليفون نزل قبله حط على اللي قبله. الموضوع بقى غريب جدا بصراحه، ومحدش قادر يمسك الشركات. الفئه المتوسطه حرفيا مجزره. الريلمي 15 او الريلمي 15 نازل يغير قواعد اللعبه. الريلمي قدمت لنا وحش في الفئه المتوسطه، سعره ممتاز واداؤه ما فيهوش غلطه. الجهاز بيجي بشاشه اموليد 144 هرتز، ودي ميزه رهيبه جدا مع حجم شاشه 6.8 بوصه. يعني لو بتحب الجيمنج الجهاز ده اكيد بتاعك. وزود على كل ده عشان التجربه تبقى كامله السناب دراجون 7 جن 4 من كوالكوم، يعني اداء متوازن جدا ما فيهوش اي غلطه او تهنيج او تحس ان الجهاز بيتعب معاك لما تحمل عليه شويه. الجهاز هيفضل مستقر، ودي من احسن الحاجات اللي بتقدمها لك شركه ريلمي. ده غير بقى خد عندك اهم حاجه موجوده في الجهاز، البطاريه والشحن. الجهاز هنا بيجي ببطاريه 7000 ملي امبير مع سرعه شحن 80 واط. يعني انت بتتكلم هنا في ان انت حرفيا التليفون ده يقعد معاك مرتاح جدا جدا جدا، ويخش كمان اليوم الثاني ما يفرقش معاه حاجه طالما استخدامك متوسط ومش قاعد عليه 24 ساعه، هيكمل معاك اليوم الثاني مرتاح جدا. ده غير الثلاث كاميرات اللي كل واحده فيهم 50 ميجا بكسل وبيصوروا بكواليتي 4K. ده غير كمان الذكاء الصناعي اللي في الجهاز اللي هيسهل عليك حاجات كتير قوي في حياتك. ودلوقتي سواء بتحبه او ما بتحبوش، الذكاء الصناعي بقى جزء لا يتجزأ من حياتنا اليوميه، ولازم على الاقل خلال اليوم تكون عملت حاجه ليها علاقه، تكون استعنت بالاي اي او الذكاء الصناعي في وقت من يومك. ودي حقيقه كلنا عايشينها. موبايل جديد متوسط، شكله شيك، امكانياته متظبطه قوي للمستخدم اللي بيحب التجربه المتوازنه، ياخد احسن كاميرات وياخد احسن معالج وياخد احسن سوفت وير. وتليفون الريلمي 15 برو الجديد بيقدم لك التجربه دي وعن جداره. تليفون بيجي فيه كاميرات مش الاقوى في فئته بس هتديك الاداء المطلوب، ومعالج مش الاقوى في فئته بس هيديك الاداء المطلوب. بس الشاشه هنا بصراحه هي الاقوى في فئتها 144 هرتز، وكمان اموليد مع دعم الاتش دي ار. ففعلا هنا الشاشه سوبر مع حجم 6.8 بوصه. بشوفه حجم مثالي جدا لو انت بتحب التليفون كبير في ايدك مالي ايدك كده، مع استهلاك الحواف الرهيب بصراحه من ريلمي. ولو انت حابب ان انت تجيب الريلمي 15 برو قول لنا في الكومنتات، وقول لنا لو في بدايل قدامك عايز تجربها. كان معاكم حازم تك فيو. ما تنساش تعمل لنا لايك كومنت وسبسكرايب. سلام.